السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم ياسر حمد الله من قناة تي في. النهاردة معانا تردد جديد وقناة جديدة على النيل سات. النهاردة معانا تردد قناة دبي الرياضية على النيل سات. القناة موجودة على النيل سات وتعمل بتقنية الاس دي، يعني التقنية العادية، يعني تقدر تنزل القناة على أي ريسيفر موجود عندك. عشان تعرف طريقة تنزيل القناة وإضافة التردد بالشكل الصحيح، تابع معنا الشرح حتى النهاية، وما تنساش لو عجبك الفيديو تدعمنا بلايك، ولو انت مش مشترك في القناة دعمنا بالاشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو حصري وجديد. ويلا بينا نبدأ على بركة الله خطوات تنزيل القناة. من الريموت كنترول هتضغط زر القائمة الرئيسية منيو، تقلب يمين وشمال في القائمة لحد ما تجيب أمر التركيب أو أمر البرمجة بالشكل ده وتضغط أوكي، وتكتب الرقم السري الخاص بك ده لو فيه رقم سري. بعدين تنزل على حاجة اسمها قائمة الترددات. أول ما تخش على قائمة الترددات هتلاقيها تقريبا معاك نفس الشكل دي، اسم القمر من فوق نايل سات، ومن تحت الترددات الخاصة بالقمر. من تحت خالص في شريط الأوامر هتلاقي إضافة، تعديل، حذف، بحث. دي الأوامر اللي احنا هنشتغل عليها عشان نعمل إضافة للتردد ونعمل تنزيل للقنوات الموجودة على التردد. الأوامر دي بتختلف من رسيفر للتاني على حسب البرمجة والأوبشن الخاص بالرسيفر بتاعك. يعني ممكن تلاقي عندك زر الإضافة بدل اللون الأحمر ممكن تلاقيه الأخضر، الأزرق، الأصفر. عادي مفيش أي مشاكل. بص على الأوامر الأول واضغط على اللون اللي مكتوب عليه الأمر. أول حاجة عشان نعمل إضافة للتردد هضغط على اللون الأحمر اللي هو عندي الإضافة. أول ما هتضغط على اللون الأحمر هتظهر معاك قائمة إضافة التردد بالشكل ديتي. هتلاقي اسم القمر مكتوب نايل سات، ومن تحت رقم التردد، ومن تحت مكتوب التردد معدل الترميز القطبي. هتيجي عند التردد وتكتب التردد الخاص بالقناة وهو 11095. نكتب مع بعض التردد 11095. تضغط أوكي، تنزل على معدل الترميز تخليه 27500 وتضغط أوكي. تنزل على القطبي هتخليها حرف الفي يعني عمودي وتضغط أوكي. كده تمام، احنا عملنا إضافة للتردد. تضغط أوكي تاني على التردد هتظهر معاك علامة صح بالشكل ده. أول ما تظهر علامة الصح تضغط على زر البحث، وزر البحث عندي اللون الأزرق، أنت ممكن تلاقيه الأخضر، الأصفر، عادي مفيش أي مشاكل. تضغط على زر البحث هيقول لك جاري حفظ البيانات، وهتظهر معاك قائمة البحث بالشكل دي. القائمة دي فيها أمرين مهمين جدا. أول أمر بحث الشبكة تخليه مغلق عشان ما يعملش بحث في جميع الترددات وياخد معاك وقت. نوع القناة تخليه مجاني عشان ما يعملش بحث في جميع القنوات الموجودة على التردد وينزل لك القنوات المشفرة في التردد. هتخلي نوع القناة مجاني وتضغط أوكي. كده يبدأ معاك الرسيفر يعمل عملية بحث عن جميع القنوات المجانية الموجودة على التردد. تستنى لحد ما الرسيفر يخلص بحث، وهنا هيقول لك حفظ نتيجة البحث. هتنزل على كلمة نعم وتضغط أوكي. كده تمام، احنا عملنا إضافة للتردد وعملنا تنزيل لجميع القنوات الموجودة على التردد. نطلع من القائمة ونشوف مع بعض القناة اللي احنا عاوزينها، قناة دبي الرياضي. ندور مع بعض على القناة. هذه القناة نزلت بدون أي مشاكل على القمر المصري نيل سات على التردد الخاص به وهو 11095. القناة تعمل بتقنية الاس دي زي ما قلنا، وموجودة على النيل سات. القناة موجودة على التردد 11095 على 27500، حرف الفي يعني عمودي. وبكده يكون موضوع النهاردة خلص وشرح النهاردة خلص. انتظرونا بكل حصر وجديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.